بتخرج بنت من التابوت وهم رايحين يدفنوها وبتطلب المساعده من البنت دي، واول ما بتشوفها بتخاف وبتحسب انها شافت عفريت عشان البنت طلعت من التابوت وهم رايحين يدفنوها، وهي رايحه تمشي بيظهر لها ملاك وبيقول لها انقذيني منهم، وبتحس ان دي رساله، وبتروح للعصابه اللي عايزين يدفنوا البنت بالحياه وبتقول لهم معلش عايزاكم ترفعوا حاجه عشان تقيل عليا، وبيوافقوا يساعدوها. واول ما بيمشوا البنت بتطلع بسرعه وبتهرب من التابوت، واول ما بيمشوا البنت بتطلع بسرعه من التابوت وبتهرب هي، والبنت بتقول لهم خلاص امشوا انتوا، وبيضايقوا جدا من قله ذوقها وبيمشوا. بس اول ما بيروحوا على مكان التابوت بيلاقوا ان البنت مش موجوده، وبيخافوا جدا وبيعرفوا ان البنت هربت وبيروحوا يدوروا عليها، والبنت اللي هربت من التابوت بتقابل البنت اللي هربتها وبتخليها تستخبى في المربع الكبير ده، وبيجي العصابه بتسالها شفت بنت عدت من هنا، وبتقول لهم لا، وبعد ما بيمشوا البنت بتقول لها ايه اللي بيحصل، وبتقول لها الحقيقه، وبتقول لها انا سمعت حماتي هي اللي بعتت العصابه دي وعايزه تقتلني عشان مش عايزاني اكون مرات ابنها، واول ما سمعت الكلام ده هربت، بس وانا بجري وقعت فاخدوني عشان يدفنوني بالحقيقه. والبنت بتقول لها تعالى انا عندي فكره، واول ما بيعدوا من قدام البيت العصابه بتمسكهم هما الاثنين، وحماتها بتقول انا هعمل برضو اللي عايزاه وهدفنكم انتوا الاثنين بالحقيقه. وبعد ما البوليس بيسمع كل حاجه بيدخل وبيقبض على العصابه.